السلام ومرحبا بكم متابعي قناة الكورة مع بكام سبور. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر التخلي عن المدرب باتريس بومال وتعيين براكوني كمدرب للترجي الرياضي التونسي في الفترة القادمة في المباراة المتبقية من البطولة الوطنية ضد اتحاد بنغردان وكذلك مسابقة الكأس. قرار يأتي بعد هزيمة الترجي الرياضي التونسي في ديربي العاصمة. قرار كان منتظر بكل صراحة، لأن الترجي الرياضي التونسي عانى كثيرا مع هذا المدرب الفرنسي اللي اعتبره البعض مدرب فاشل، مدرب ماهوش في قيمة الترجي الرياضي التونسي. قرار جاء بعد اجتماع مطول للهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المدب، ولكن الجماهير ما زالت تطالب وتنتظر في قرارات أخرى، من بينها يعني إعفاء بعض المسؤولين، كذلك إصلاحات كبرى للترجي الرياضي التونسي. وأهم ملف حسب رأيي أنا وحسب زاد طلبات جماهير الترجي الرياضي التونسي غربلة الرصيد البشري. برشا أسماء ما تستاهلش تلبس مريول الترجي الرياضي التونسي، برشا أسماء المريول ثقيل عليها، لازم يعني غربلة الرصيد البشري. نحكيو على لاعبين تنتهي عقودهم موفى شهر جوان القادم، كيف زاد فما أسماء لازمها تغادر الترجي الرياضي التونسي. دونك الفشل اللي صار ما نحطوش يعني باتريس بومال هو الضحية الوحيد. نعرفوا احنا في الترجي الرياضي التونسي في السنوات الأخيرة ماناش متعودين على تغيير المدربين بالعدد هذا، يعني تقريبا أكثر من 7 ولا 8 مدربين في 3-4 سنين نحكيو. هذاك علاش المشكلة واضحة أنه فما مشكلة إدارية بالأساس، وكذلك مشكلة تخص اللاعبين والرصيد البشري والانتدابات الفاشلة والأمور اللي يعرفها جمهور الترجي الرياضي التونسي واللي قاعد يطالب بها بكل صراحة. لازم تغييرات جذرية. بالتالي باتريس بومال يغادر الترجي الرياضي التونسي بعد سلسلة النتائج السلبية، بعد مغادرة رابطة الأبطال الإفريقية، وبعد كذلك خسارة البطولة ضد النادي الإفريقي في ديربي العاصمة يوم أمس. براكوني اللي كان يعني درب الترجي الرياضي التونسي لفترة قصيرة قبل ما يجي باتريس بومال باش يرجع مرة أخرى لقيادة الترجي باش يكون هو المدرب الأول للفريق، في انتظار ما ستؤول إليه القرارات المنتظرة للترجي الرياضي التونسي. شكون المدرب القادم للفريق؟ أكيد باش يتم اختيار مدرب في الأيام القادمة، مانيش نحكيه توا ولكن ربما ينهي الترجي الرياضي التونسي الموسم الحالي، من ثم الحديث على مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي. ينجم يكون تونسي بنسبة كبيرة، يعني تونسي الجنسية، اللي حديث على أكثر من اسم، ولكن تو نجيو إن شاء الله للخبر هذا في وقته. ولكن الرسمي والمؤكد أنه باتريس بومال يغادر الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي ونهائي. ما نعرفوش هل الطاقم الفني اللي معاه باش يواصل العمل وإلا لا. ننتظروا البلاغ التوضيح من إدارة الترجي الرياضي التونسي، رغم أنها هبطت بلاغ عبر الصفحة الرسمية، ولكن بلاغ مقتضب فيه أنه الإدارة قررت التخلي على باتريس بومال.